انت محتاج تتعامل مع الامتحان صح حتى لو مش فاهم بعض الكلمات اللي فيه. هقول لك تتدرب ازاي. بتقعد تحفظ كلمات الانجليش كتير جدا وتيجي تحل تنساها او ما تعرفش، يقعدوا يجلدوا في ذاتهم بقى، يقعدوا يجلدوا في ذاتهم وخلاص ويبحثوا على مرض الزهايمر. دي حاجه طبيعيه 100% صدقني، ودي لما تعرف ان دي حاجه طبيعيه انت هتطمن كده. بقى اي كلمه تقابلك في الامتحان هتبقى عارفها؟ لا طبعا، انا اسف بس لا بجد. عشان كده مهارة التخمين الجيسنج سكيل دي لازم تتدرب عليها، وانا هقول لك تتدرب عليها ازاي. ناس كتير جدا خصوصا في مرحلة الثانوي بعتوا لي يشتكوا من الانجليش، فاطمن المشكلة دي مش مشكلتك لوحدك، لا دي مشكلة معظم الدفعة تقريبا، وطبيعي ان لغة تانية غير لغتك الام تبقى مسببة لك مشكلة، فدي حاجة طبيعية ما تقلقش. فنحل المشكلة دي ببساطة باذن الله في الفيديو ده، وانا هقول لك طريقين. الطريق الاول ازاي تجيب فيه درجة كويسة باذن الله في الامتحانات، الطريق الثاني ازاي تتعلم الانجليش مش مجرد لورقة الامتحان، مجرد لحياتك العملية. انت عارف طبعا ان الانجليش هيفيدك في الوظيفه بتاعتك، هيفيدك في التواصل مع الناس الاجانب، هيفيدك في السفر بره، هيفيدك في حياتك العمليه جدا، والطريق التاني هو اللي بفضله بصراحه. بس لو انت عايز الانجليش لمجرد امتحان انا برضو هقول لك الطريق للمجال ده. هقول لك ازاي قفلت امتحان الانجليش بسهوله، يعني انا كنت شايفه سهل على الرغم ان غيري كان شايفه صعب، ده بفضل الله طبعا، وده عشان اكتسبت حصيله لغويه يعني كويسه لحد ما ساعدتني ان انا اقفل امتحان الانجليش بفضل الله. اول حاجه لو انت مش متاسس في الانجليش صح، يعني ما عندكش البيز من الاخر، فانت المفروض الاول تحدد مستواك او تعرف انت واقف فين. وانت هتعرف مستواك في الانجليش من خلال طريقتين. الطريق الاول انك تروح لسنتر بيدي انجليش كورس وتقول له حدد لي مستوى، اعمل لي اختبار تحديد مستوى. الطريق الثاني اللي انت تدخل على ويب سايت اسمه لانجويج ليفل. عن طريق الويب سايت ده هيديك تيست بسيط كده هتحدد عن طريقه مستواك. في ناس ممتازين جدا في الفوكاب وممتازين جدا في الجرامر، يجوا يركبوا الجمله او يتكلموا ما يعرفوش، فدي حاجه مش حلوه بصراحه. تعالوا نرد على كل سؤال بخصوص ماده الانجليش كده لوحده، عشان انا عارف ان وقتك ده غالي، يعني انا مش عايز اضيع لك وقتك. اولا طريق الامتحان، خلينا متفقين ان الامتحانات عموما خصوصا امتحان ثانويه عامه بيعتمد على الفوكاب اكتر من الجرامر، فده مطالب ان انت تكون عندك حصيله لغويه كويسه. فالمهاره دي هتكتسبها عن طريق اي كلمه جديده تقابلك اللي انت تجيب كشكول وتدونها فيها. وخلي بالك انا بقول كشكول مش PDF وتعلم لي بالهايلايتر، لا كشكول مهم جدا واللي انت تكتب بنفسك، والكشكول ده تبقى مخصصه لكلمات الانجليش بس، الكلمات الجديده عليك، الكلمات اللي بتتلخبط فيها، الكلمات اللي بتنساها وهكذا. بعد ما كتبت في الكشكول الكلمات الجديده وقعدت تقراهم والكلام ده كله كده خلاص لا، فممكن يجي لك نفس الكلمات اللي اتلخبطت فيها تاني وتغلط فيهم او تنساهم، ودي حاجه طبيعيه خالص انك تنساها مره واثنين وثلاثه وتتلخبط فيهم. عشان كده دايما بيقولوا اهم عامل في تعلم اي لغه هو الريبيتيشن اللي هو التكرار، فبالتكرار صدقني هتيجي معاك مع الوقت، هيبقى عندك حصيله لغويه لا باس بها بجد كده. بقى اي كلمه تقابلك في الامتحان هتبقى عارفها؟ لا طبعا، انا اسف بس لا بجد. عشان كده مهارة التخمين الجيسنج سكيل دي لازم تتدرب عليها، وانا هقول لك تتدرب عليها ازاي. في نصيحة بقولها دايما اللي هو ما تركنش الكومبريهنشن لاخر السنة، اللي هو القطعة اللي بتجيلك، ومش عايزك كل لما كلمة تقابلك جديدة في القطعة تروح تترجمها، لا استنى لما القطعة تخلص خالص وتخمن تخميناتك وتحاول فيها، وبعدين الكلمات الجديدة اللي انت علمت عليها بالهايلايتر تروح تترجمها وتكتبها في كشكولك. صدقني مهارة التخمين من خلال الكومبريهنشن دي هتفيدك جدا خصوصا في امتحان ثانوية عامة. انا برضو هديك اكزامبل عشان تبقى معايا على الخط برضو. لو قلت لك مثلا you must be patient to reach your goals، طيب دلوقتي انت عارف ان reach your goals يعني تحقق هدفك، انت محتار مثلا في كلمة patient، انت عارف مثلا ان patient يعني مريض، يعني بذمتك في حاجة اسمها انت لازم تكون مريض عشان تحقق هدفك؟ لا، في حاجة اسمها انت لازم تكون صبور عشان تحقق هدفك. عشان كده بقول ان الكلمة في الانجليش انت تحفظها بمعانيها الدارجة، عشان في معاني مش مستخدمة. فانت مثلا تعرف patient معناها مريض وصبور. انا هقول لك اكزامبل لكل حاجة بقولها عشان تبقى معايا على الخط. السكيل اللي بعدها هي السبيكنج سكيل، انك تتكلم، ليها كونكشن بتو سكيلز. اول سكيل هي سكيل البراكتسنج، انك تتدرب على السبيكنج. تاني سكيل دي المهمه اصلا انها تاهلك للبراكتسنج، انك تتدرب وتتكلم على الكلام، وهي مهاره الليسننج، انك تسمع كلام اجنبي كتير، يعني مثلا تتفرج على افلام او مسلسلات اجنبي كتير، تسمع الكلام الاجنبي، مع العلم انك بتتفرج على الفيلم او المسلسل يكون السبتايتل انجلش، الترجمه تكون بالانجلش مش بالعربي عشان تستفاد فعلا. ركز برضو في جزء الاكسنت في الاول، الامريكان اكسنت ولا البريتش اكسنت، حدد عشان تحدد الفيلم اللي انت هتختاره. مع العلم انك لما تتطور في المستوى هتلاقيك بتفهم كل الاكسنت عادي. برضو في حاجه بتساعد جدا انك تتعرف على حد اجنبي وتقعدوا تتكلموا مع بعض انجلش بس، او مع صاحبك اللي عايز يتعلم انجلش برضو تقعدوا تخبطوا في بعض بالانجلش عادي. المهم انك توصل المعنى، مش مهم على فكره الجرامر مش مهم جدا في الكلام. على فكره النيتيف سبيكرز او السلانج اللي هي اللغه العاميه ما بيلتزموش قوي بالجرامر، يعني مش لازم بالديتيلز دي، المهم انك توصل المعنى للي قدامك. انت بقى من خلال اتفرجت على افلام اجنبي كتير وكده هتلاقي الاستراكشر بتاع الجمله بتاعك اتغير، او البرونانسيشن بتاعك اتغير، زي مثلا حد بيقول I don't know
هيقول I don't know. اي حد بيقول I am going to do it right now هتلاقيك بتقول I'm gonna do it right now. بدل ما بيقول water بيقول water. في بقى الناس بتوع ايجيبت يقولوا لك ايه؟ Please give me a bottle of water for my daughters that sit in your computer on Saturday ومش عارف ايه. يجوا في الامتحان اكواسدورا، والله اكواسدورا. فبلاش يعني تتصنع بالانجلش، لا يعني انا عارف ان في ناس طبيعتها كده، انا بتكلم عن الناس اللي بتأفور فيها، لا بلاش بجد، يعني دي حاجه مش حلوه. بص انا هقول لك حاجه هتختصر عليك الطريق. عشان تتعلم اي لغه عموما بتنقسم لتو سكيلز، الريسبتيف سكيلز والبرودكتيف سكيلز، اللي هي المهارات اللي بتستقبل فيها المعلومات زي الريدنج والليسننج، ان طول ما انت بتقرا كلام انجلش او بتستمع لكلام انجلش انت كده بتستقبل المعلومات. وفي البرودكتيف سكيلز زي السبيكنج والرايتنج، دي حاجه بتيجي من خلال الريسبتيف سكيل. حاجه دايما بيقولوها the more you listen the better you speak، يعني انت طول ما انت بتستمع لكلام انجلش كتير، بتتفرج على افلام اجنبي كتير بسبتايتل انجلش مش عربي طبعا، انت كده هتعرف تتكلم احسن. طيب لو انت مثلا مش مقتنع بكلامي هضرب لك مثال. مثلا الطفل اول ما يتولد هو ازاي بيتعلم الكلام؟ مش من خلال الاستماع لكلام الاهل اللي حواليه، وما انا عارف ان في عوامل تانية طبعا في المخ والكلام ده كله، بس دي العامل الاساسي. وبرده نفس الحاجه بس بطريقه تانية، the more you read the better you write، يعني انت بتقرا كتير كلام انجلش هتعرف تكتب كويس، هتعرف تكتب في الباراجراف، يعني ما تقلقش. ترابط الريسبتيف سكيلز مع البرودكتيف سكيلز سواء سبيكينج رايتنج ريدنج listening، فدي حاجه مهمه جدا. ما ينفعش حد يعرف يكتب وما يعرفش يتكلم، حد عارف الفوكاب والجرامر كويس جدا ما يعرفش يقول كلمتين على بعض ليه؟ فدي صدقني ركز عليها كده، هتفيدك في حياتك كلها حتى بعد ما تدخل الكليه. بالمناسبه ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستا عشان نبقى اصحاب ونبقى في تواصل دايما، واي سؤال هتحتاجه سواء في الثانويه او طريقه المذاكره او اي سؤال هتحتاجه انا هساعدك باذن الله. وبرضه انا عملت قريب جدا قناه التليجرام، ده اسمها، ابحث في سيرش التليجرام على الاسم ده هيطلع لك القناه دي حرفيا اي نصيحه احسها هتفرق جدا في المذاكره انا بحطها على القناه دي، واللي في القناه دي انا بعتبرهم اخواتي حرفيا وبستشيرهم في كل حاجه. هسيب لينك قناه التليجرام دي وهسيب لينك الانستا برضه في الوصف وفي اول تعليق. هقول لك ازاي قدرت اكتسب حصيله لغويه لا بأس بها في زمن قصير، وهي اجازه ثانيه ثانوي. حرفيا انا كرست الاجازه دي لمجرد تعليم الانجليش. هتقول لي كورسات؟ هقول لك لا، انا اتعلمت الانجليش من خلال الكونتنت كرييتورز على يوتيوب، يعني يوتيوب تشانل. تقريبا انا جربت معظم الكونتنت كرييتورز اللي هم بيقدموا تعليم انجليش على يوتيوب، بيقدموها مجاني طبعا. ما حبيتش ادفع فلوس في حاجه زي كده، خصوصا اللي انا عارف ان انا اقدر اعتمد على نفسي، يعني الموضوع ابسط من كده. في شويه يوتيوب تشانلز دول اكتر ناس فادوني بجد جدا، سواء في البرونسيشن، في طريقه النطق، في الكلام، في تركيب الجمله، في كل حاجه. وانا اخترت دول عشان لقيتهم بيعملوا ميكس ما بين الانترتينمنت والانجليش تيتشنج، ما بين الترفيه وتعلم اللغه الانجليزيه. التشانل بتاعت امريكان انجلش دي ممتاز جدا بصراحه. تاني تشانل هي دروس اونلاين بتاعت باشمهندس احمد ابو زيد. انت اكتب في سيرش يوتيوب دروس اونلاين تعليم الانجليزيه للمبتدئين، حرفيا عامل سلسله جامده جدا، سواء الازمنه بقى كلها، الجرامر هيفيدك جدا بصراحه. ثالث تشانل استفدت منها خصوصا في الفوكاب هي مستر عمر عبد الرحيم. هو بصراحة ممتاز جدا جدا خصوصا في الاكسنت بتاعته، وانا كنت بدخل عشان اضحك يعني. وهو يعتبر اكتر حد بيميكس ما بين الترفيه والتعليم فعلا. رابع تشانل هي مس مي جمال، فادتني جدا في الفوكاب برضو. على فكره يا جماعه الناس دول ما يعرفونيش اصلا، يعني عشان حد هيطلع يقول لي انت بتعمل دعايه ومش عارف ايه، لا حرفيا هم دول ناس فادوني، هم ما يعرفونيش بس انا عايز افيدكم بيهم. انا شايف ان انا تابعت ناس كتير جدا وضيعت وقتي مع ناس كتير جدا، انا شايف ان دول هم الخلاصه، فانا ليه ما اديش الناس الطريق المختصر؟ فعشان كده انا قلت لكم الناس دي. وبس كده يا جماعه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان دي حاجه بتشجعني اكمل. وشكرا ليكم يا جماعه، اتمنى ان انا اكون فدتكم ولو بمقدار حاجه بسيطه. شكرا.